مين فينا مش بيحب القطط؟ ومين فينا ما مرش عليه وقت وربى قطة عنده في البيت؟ ولكن أنا عارف إن فيه بعض الناس عندها فوبيا القطط، ولو شافوا قطة بيحس كأنهم شافوا وحش مخيف ومرعب. الحقيقة إن القطط من الحيوانات الأليفة، وليها تاريخ طويل من الحضارات السابقة. فعلى سبيل المثال تم تقديس القطط لأكثر من 3000 سنة، وكان القدماء المصريين بيقدسوا القطط لحد العبادة. وكانت الإله باستيت بتصور على إنها امرأة براس قطة. ده غير إن هيرودوت المؤرخ المعروف قال إن قتل القطط في مصر القديمة كانت عقوبته بتصل للإعدام. وكان القدماء المصريين لما قططهم بتموت كانوا بيدفنوها في مقابرهم المقدسة. والأمر ما وقفش عند القدماء المصريين بس، لأ، ده كمان وصل للإغريق والرومان، وكانوا بيهتموا بالقطط اهتمام عظيم. بس أنا النهاردة مش جاي أتكلم عن تاريخ القطط ولا عن قدسيتها، أنا جاي أتكلم عن غرائب القطط اللي لما هتعرفها هتتصدم بجد. ويلا بينا نبدأ على بركة الله. بس قبل ما أبدأ الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو أنت أول مرة بتشوفنا في القناة ما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي. ويلا بينا نبدأ. القطط من الحيوانات الأليفة والحنونة جدا، ولو حضرتك عندك فوبيا من القطط اقفل الفيديو وما تكملوش علشان ما شيلش ذنبك. أول معلومة معانا هي إن القطط ممكن إنها تحمي نفسها من الوقوع. يعني لو حضرتك بتربي قطة في البيت والقطة دي طلعت على سور البلكونة واختل توازنها ووقعت، ما تخافش عليها، مش هتموت، لأنها بتقدر إنها تنط من الأماكن العالية من غير ما يصيبها أي أذى. وده لأنها أثناء الوقوع بتاخد وضع الباراشوت اللي بيقلل من سرعة هبوطها، وكمان جسمها انسيابي وبتقدر إنها تتحكم في نفسها أثناء السقوط. علشان كده هتلاقي ناس تقولك إن القطط بسبع أرواح. تاني معلومة هي كلما زاد عمر القطة بيزيد معاها قلة التركيز والنسيان. وده لاحظ مجموعة من البشر إن القطط اللي عمرها أكبر من 8 سنين بيكون المواء بتاعها أكتر من القطط الصغيرة، وده راجع لإصابتها بمرض اسمه متلازمة الضعف الإدراكي، وده شبه مرض الزهايمر اللي بيصيب الإنسان. وده لأن كلما تقدم القط في العمر بيصعب عليه تنظيم درجة حرارة جسمه. علشان كده لازم تساعد قطتك وتوفر ليها دفء وغطاء مناسب ليها، علشان ده بيقلل من موائها. بيقضي القط ما يزيد عن 70% من حياته في النوم، والمعروف إن القطط بتنام أكتر من 16 ساعة، وده بيرجع للمجهود اللي بتعمله والطاقة اللي بتستهلكها للحصول على غذائها. علشان كده هتلاقيها بتنام كتير علشان تجدد الطاقة بتاعتها كل يوم. رابع معلومة معانا وهي إن القطط مش بتشرب من المية اللي جنب الأكل. القطط مخلوقات غريبة وعجيبة، وبالرغم من إنها حنونة وودودة ولكنها في بعض الأوقات بتكون عصبية جدا في الدفاع عن نفسها. ده غير إنها عندها عادة غريبة جدا، وهي إنك لما تحط لها الأكل وجنبه مية ساعات ما بتشربش من المية دي، ظنا منها إن المية دي ملوثة. وده راجع لفطرتها اللي بتمنعها من شرب المياه اللي جنب الأكل، لاعتقادها إنها مياه ملوثة وسامة من قبل أعدائها. الحلويات والسكريات اللي بيحب الإنسان إن يأكلها لا تمثل شيئا مهما للقطط، فهذه الحيوانات الأليفة لا تهتم بشيء إلا باللحم اللي بتستخدمه في توفير الطاقة. أما بالنسبة للحلويات والسكريات فالقطط ليس لديها القدرة على تذوق الحلوى على عكس البشر، وده راجع لأنها بتمتلك جين واحد فقط للتذوق، وده غير كافي على إنها تتذوق الحلوى والسكريات. البحار والمحيطات مليئة بالمياه المالحة والعذبة بكميات كبيرة، ومع ذلك لا يستطيع الإنسان أن يستخدمها كلها في الشرب، وده لأنها بتكون مالحة. ولكن القطط يمكنها أن تشرب من هذه المياه لتروي ظمأها وتحافظ على حياتها، وده لأن الكلية في القطط لديها القدرة على فلترة هذه المياه من الأملاح. سابع معلومة معانا وهي إن القطط بتسمع أكتر من البشر والكلاب. يمكن للقطط أن تسمع أصوات عالية التردد تتراوح من 55 هرتز إلى 79 كيلو هرتز، ويمكنها أن تسمع نطاقا يصل إلى 10.5 أكتيفات.
بينما يمكن للإنسان أو الكلاب أن يسمع نطاقا 9 أوكتيفات فقط، وده لأنها بتمتلك أذن كبيرة ومتحركة. تامن معلومة معانا وهو إن القط ممكن ياكل صاحبه. أيوة، زي ما سمعت كده. ولو أنت لسه مكمل في الفيديو لحد دلوقتي، ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة. هناك ظاهرة تسمى افتراس ما بعد الموت، ودي بتحصل لما بتكون حضرتك بتربي قطة وانت تموت، والقط مش بيلاقي أي حد يقدم له الأكل والشرب، وفي حالة عدم وجود شخص آخر بيهتم بيه، وهنا بيقوم القط بأكل جثتك علشان يستمر هو في العيش والبقاء على قيد الحياة، بخلاف الكلاب اللي ممكن إنها تنتظر أيام طويلة أكتر من القطط. أحيانا بتقوم القطط بحاك جسدها في صاحبها، ويظن الكثيرون بأن هذه الحركة هي علامة استلطاف ومداعبة، ولكن ذلك غير صحيح، والحقيقة هي إنها تضع ريحتها على الشخص، وده علشان تدرك باقي القطط بأن هذا الشخص ملك لها، أي إنها تفرض سيطرتها على الجميع. بتستطيع القطط بأن تعبر عن فرحتها بصاحبها وترحب به، وده من خلال التحديق به من طرف عينيها قليلا، والحركة دي بتشير إلى قبلة القطة. ولكن إذا كانت نظرة القطة عميقة مع عدم قيامها بطرف عينيها، فده لا يدل مطلقا على الترحيب. علشان كده أي حد بيربي قطط لازم يراقب حركة عيون القطة كويس جدا. مخلفات القطط تسبب حب البشر ليها. كشفت دراسة عن تواجد نوع من أنواع الطفيليات يسمى التكسوبلازما في الجهاز الهضمي للقطط، وعندما ينتقل هذا الطفيل للإنسان من خلال مخلفات القطط، فإنه يحاول توجيهه مرة أخرى لجسم القطط، ولذلك قام هذا الطفيل بتطوير نظامه، ويمكنه فرض سيطرته على دماغ الشخص، حيث يجعل لديه انجذاب مرضي للقطط. يعني بالبلد كده إن مخلفات القطط هي السبب في حب الإنسان للقطط. تخيل المعلومة دي معايا. بتشمئز القطط من البشر وبتحس إن الاختلاط بيهم مقرف جدا، علشان كده هتلاقيها دايما بتلعق جسمها باستمرار، والأمر ده بيخليها سعيدة جدا، والسبب وراء فعلها لذلك هو اعتقادها في عقلها بإن هذا الأمر يجعلها تتخلص من رائحة البشر اللي بتكرهها القطط. يحتوي مخالب القط على غدد خاصة بالشم، يمكنها أن تشم الأشياء من خلالها، كذلك بتستطيع مخالبها إفراز العرق اللي بيخرج من جسدها، وده لأنها لا تمتلك غدد عرقية في جسمها زي اللي بيمتلكها البشر. من المعروف إن الأرانب هي أكتر الحيوانات سريعة التوالد، وكمان بينضرب بيها المثل في الموضوع ده، ولكن اللي ما تعرفوش حضرتك عن القطط إنها قادرة على التوالد بشكل كبير جدا. فالقطط قادرة على إنها تلد آلاف القطط في أقل فترة ممكنة، وبيصل مرحلة النضج الجنسي للقطط لما بيكون عمرها 4 شهور فقط، وبيستمر فترة حملها من 60 إلى 63 يوم، وبتلد تقريبا من 3 إلى 5 قطط كمتوسط للعدد. المعلومة اللي معانا بعد كده وهي إن الشوارب لها دور كبير للقطط، وبتمتلك القطط عشرات من الشوارب المتحركة عند الوجه تحديدا، وده لمساعدتها في التنقل والإحساس، وبتوفر هذه الشوارب معلومات حول عرض الفجوات وتحديد مواقع الأشياء في الظلام، سواء عن طريق لمس هذه الأشياء مباشرة أو عن طريق استشعار التيارات الهوائية، كما إنها تحمي القطة من أشياء كتيرة. يمكن أن يصاب القطط بعدوى من الفيروسات أو البكتيريا أو الفطريات اللي يمكنها نقل الأمراض إلى البشر، وفي بعض الحالات لا تظهر أي أعراض للمرض، ومع ذلك ممكن أن يظهر المرض نفسه في الإنسان، ومن المرجح أن يصاب الإنسان اللي بيربي قطة في منزله بكثير من الأمراض، وقد يصاب بالأمراض من براز القطط والطفيليات والبكتيريا اللي بتخرج من أجساد القطط. وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا، واللي بتمنى يا رب أنها تكون عجبتكم، وأشوفكم على خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.